كان بيعمل حفلات مجنونة، والأغرب إن ترامب ممكن يكون له علاقة بالقصة. بي ديدي متهم بشوية تهم خطيرة: الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي. في أكتر من 6 قدموا بلاغات، منهم حوادث بترجع للتسعينات. التخدير بدون علم الضحايا والإجبار على ممارسة أفعال مشينة. تصوير ونشر فيديوهات حميمية للضحايا بدون موافقتهم. خليني أفهمك كل حاجة. الموضوع كله بدأ في مايو 2024 لما CNN سربت فيديو من كاميرات مراقبة في فندق في لوس أنجلوس يرجع ل 2016. وقتها ديدي كان مصاحب المغنية كيسي. تقريبا كيسي كانت بتحاول تهرب لما ديدي طلع يجري وراها بالفوطة واعتدى عليها بشكل عنيف. وقتها هي رفعت عليه قضية وهو طلع اعتذر ورضاها ب 30 مليون دولار تعويض، وتاني يوم كانت سحبت القضية. لا 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 لا. هو مين ديدي أصلا؟ رابر أمريكي وصاحب شركة باد بوي ريكوردز، واحد من أهم منتجين الموسيقى. الحسنة الوحيدة في حياته إنه مكتشف مواهب شاطر. اكتشف أشر وجاستن بيبر وهم لسه أطفال. كان مصاحب جينيفر لوبيز في بداية الألفينات، وفي إشاعات بتقول إن هو ليه علاقة بجريمة قتل توباك. واتشهر بحفلاته المجنونة والمشبوهة، وكان بيسميها الفريك أوفس. وحسب شهادات الضحايا الجرائم كلها كانت بتحصل في الحفلات دي. ومش هتصدق مين كان بيحضر الحفلات دي: دونالد ترامب، ليوناردو دي كابريو، ماريا كاري، كيفن هارت، جاي زي وبيونسي، واكيد طبعا الكارداشيانز. كل ده كان تمام لحد سبتمبر اللي فات. الاف بي اي قبضت عليه عشان تحقق معاه. ومعلومه صغيره عن الاف بي اي ما بتهزرش، طالما قبضت على حد يبقى معاها دليل. يعني من الاخر بيتحروا ويتاكدوا بعدين يقبضوا، مش العكس. ولما فتشوا بيته لقوا الحادثه الشهيره بتاعت ال1000 ازازه بيبي اويل. يعمل بيهم ايه كل ده؟ واكتر من 700 لعبة. هل شايف ان اي حد حضر حفلة من الحفلات دي يبقى شماله مش تمام، ولا ممكن يكون حضرها عادي؟ وهل شايف ان زي ما كتير ناس بتقول ان حركة القبض عليه دي ممكن تكون مجرد مصدر الهاء عن حاجة اهم واكبر احنا ما نعرفش عنها حاجة؟